اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يكبر بخاطركم ويسعد أيامكم أنتم وأولادكم في الدنيا وفي الآخرة، ويجعلكم من الذين يظلهم بظله يوم لا ظل إلا الظل، وينصر إخواتنا المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي كل بقاع الأرض المحتلة. اللهم آمين. يا رب يهنيكم ويسعدكم ويجعلكم من الصالحين المصلحين، ويا رب كل بنت نفسها تتجوز ربنا يرزقها بالزوج الصالح، وكل ولد نفسه يتجوز ويشتغل ربنا يرزقه بالعمل النافع، وكمان ربنا يرزق كل زوجة كده بأولاد صالحين اللهم آمين، وكمان يهدوهم كده لعمل الخير اللهم آمين، ويرزقنا احنا وإياكم الفردوس الأعلى. وقولوا آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد كده، فيديو كله طاقة ونشاط وحيوية ومجموعة كده من الأفكار اللي هتخليكي تقومي تتنشطي على طول كده وتشوفي شغل بيتك بإذن الله، وتخلي بيتك كده فله وشمعة منورة كمان. وهنعمل كمان النهارده أكل جميل جدا بطريقة سهلة جدا، وكمان تقديم زي بتاع المطاعم، وكمان اكل اقتصادي لو انت حابه تعمليه اقتصادي. لو انت مش حابه تعمليه اقتصادي وعندك مقدره انك تعمليه مكلف شويه مفيش مشكله خالص. وهنعمل كمان حلو النهارده قوي. بس تابعوا معايا الفيديو للنهايه. بس لو انتوا لسه حابين تتعرفوا عليا، انا اسمي عبير ودي قناتي، اتمنى تشتركوا في القناه. نفسي كده اجمع كده 500 لايك كده، مفيش ولا فيديو عندي جاب 500 لايك، وافعل القناه باذن الله عشان ربنا كده يوسع رزقي ويرزقكم احنا واياكم اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا بقى نخش في الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه كده كان عندي شويه مواعين في الحوض كده، ولانش بوكس بتاع الاطفال كده ما كان ما رجعوا من الحضانه كده والمدرسه الدار. بدات كده اول حاجه كده اعملها، مسكت كده المواعين الاول كده شطفتها الاول، غسلت الكوبايات والاطباق والبلاستيكات الاول، وبعدين بدات دلوقتي اغسل المونيا. عشان لما بغسل المونيا الاول بالسلكه كده بتحسي انها بتهبط معايا وبتبوظ كده، ما تبقاش بترغي كويس الاول. طبعًا نحب كده وإحنا بنعمل شغل بيتنا بإذن الله نذكر الله، علشان خاطر الذكر ده جميل جدًا، جدًا، بيدّيكِ قوة ونشاط ويحفّزِك كده، وبُصّي ما بيخلّيكيش تحسّي إن في شغل البيت خالص، وكمان بيجعل لِك كده بركة، وتحسّي إن في إيدين معاكِ كده بتساعدِك في العمايل، لو بتغسلي، لو بتمسحي، لو بتطبخي، لو بتعملي أي حاجة. نخلّي دايمًا الاستغفار على لساننا والصلاة على الرسول. بعد ما خلّصنا المواعين كده وركناها بقى كلّها تصفي كده على الحوض، هنبدأ دلوقتي نخش بقى على عمايل الغدا بتاعي. وما تنخضيش، ما تقوليش دي جايبه عرق فليتو وعرق بريانكو، لا لا، اهدي بس كده. هقول لك احنا هنعمل ايه دلوقتي. انا عندي كده طبق او بوله حاطه فيها معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من كل حاجه، فلفل اسود وكزبره وكمون وجنزبيل. وعندك اي نوع توابل حابه تحطيها حطيها، عايزه شطه، عايزه زعتر، عايزه حبهان بودره، بص عندك كمان روزماري. حطي التوابل، توابل لحمه، اي حاجه عندك. ما عندكيش خالص حطي ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون وخلاص. وعندنا الاساس النهارده اللي هيتبل معانا اللحمه ديت 10 او فصوص من الثوم كده، او 5 فصوص من الثوم، قسم كل فص نصين اتنين. انا عندي قطعه اللحمه ديت كانت باقيه عندي من العيد، طالعه لي يعني في لحمه من العيد وكده، فانا بحب اخليها كده على بعضها، بعملها زي اللحمه البارده كده، بعملها كده روستو، بتبقى طعمها جميل جدا بالطريقه دي. اي قطعه لحمه موجوده عندك من الفخده من الكتف، بس تكون قطعه سليمه، ما تكونش قطع صغيره. نعملها بنفس الطريقه، نقلب بقى التوابل مع الثوم كويس جدا، ونعمل فتحات في اللحمه، وبعدين نبدا نحشيها بالشكل ده. لو في بقى اي توابل او بهارات موجوده عندي كده، هبدا اغلف بيها قطعه اللحمه بتاعتي ديت. وعلى فكره تقدر تعمليها بلحمه مجمده، تعمليها بلحمه فريش، اي قطعه لحمه موجوده عندك تنفع الوصفه بتاعتنا ديت ليها باذن الله. ربنا بيحلل كل واحد، اللقمه بتاعته بتطلع في بقه زي العسل. بعد كده بقى عندي صينيه كده على النار، هبدا احط فيها معلقتين كده من السمنه، يفضل سمنه مش زيت عشان ما تنشفش اللحمه معايا. وبعدين هابدأ أحط فيها قطعة اللحمة بتاعتي وأخليها تتحمر كده من جميع الجوانب، وتاخد صدمة عشان خاطر يبقى لونها جميل جدا. الفايدة الحركة ديت انها هتقفل المسام بتاع اللحمة وتحتفظ بالقيمة الغذائية اللي موجودة فيها، وكمان هتبقى كده متحمرة من بره، وكمان طرية وجوزي كده من جوه، جميلة جدا جدا. بقى تقديم جديدة كده، بدل ما احنا زينا من اللحمة المسلوقة والمحمرة او اللحمة اللي حطيناها في الخضار او الطواجن، الطريقة دي يعني حلوة ومختلفة شوية. بعد كده بقى هبدأ احط لها كده لتر من المية المغلية، وبعدين اغلفها بورق الومنيوم. عندك حل من اتنين، يا اما تحطها في الفرن تكمل سواها، يا اما تحطيها كده على النار من فوق، بس تخلي النار مايله للوسط، وباذن الله تستوي وتطلع معاكي زي الفل باذن الله. بعد كده بقى انا عندي هعمل هنا نص كيلو من الرز. تقدري تعملي رز بسمتي او تعملي رز مصري، مفيش مشكله خالص.
احطه كده حله على النار، وبعدين احط فيها معلقه من السمنه ومعلقتين كده من الزيت، بحب احط زيت وسمنه، وبعدين هنزل بورق لور، وكمان ليمون مجفف، وكمان قرفه، وبعدين هنزل بمعلقه كبيره من التوابل بتاعه الكبسه، وبعدين هنزل بنص كيلو رز انا غسلاه كده ومصفياه. وزي ما قلت لك الرز اللي عندك، انا النهارده بصراحه حبيت ادلع الاولاد شويه كده واعمل لهم رز بسمتي. هشوح بقى الرز لحد ما يبدا يسخن معايا كويس، وبعدين هظبط الملح بتاعه، احط له كده معلقه صغيره من الملح، وبعدين هبدا انزل عليه برتل من الميه المغليه. والرز بتاعنا بياخد حوالي عقلتين اتنين فوق مستوى الرز علشان يستوي معانا. كده بقى خلاص الرز هياخد اول 10 دقايق على نار عاليه، وبعدين تاني 10 دقايق على نار هاديه، ويبقى استوى معانا. هنبص بقى على اللحمه بتاعتنا، بصوا ما شاء الله بقت جميله جدا واستوت، وكمان عملت شوربه معانا. الشوربه دي تقدري تقدميها جنب الرز واللحمه بتاعتنا، او تقدري تعملي بها ملوخيه، لسان عصفور، تعملي بها اي خضار انت حابه تقدميه جنب الاكل بتاعنا، او تعينيها لما تكون هتعملي مثلا اكل من غير لحمه ولا حاجه تعملي بيها، بتدي طعم جميل جدا. هقلب بقى الرز كده، اديله كده لفه كده بالمعلقه، هبص الاقيه خلاص استوى معايا، هغطي عليه بقى واسيبه، وكده بقى جاهز بألف هنا وشفا. هنخش بقى دلوقتي على اللحمه بتاعتنا، طلعناها كده على البلانشه، سيبناها لما بردت شويه، بس بصراحه ما كانتش بردت قوي، كانت عايز تبرد كمان علشان اعرف اقطعها كده. وبعدين هنبدا نقطعها كده بالسكينه، وتكون السكينه حاميه عشان تقطعها متساويه زي ما انتم شايفين كده. قطعيها بالحجم اللي انت عايزاه. بصراحه اللحمه دي كانت حوالي كيلو الا ربع من اللحمه، قطعتها القطع اللي انتم شايفينها ديت حوالي 6 قطع او 7 قطع مش فاكره. قدمتها بقى، جبت الرز كده حطيته في ارضيه الصينيه الاول او في الطبق، وبعدين بدات كده ارص عليه القطع اللحمه بتاعتي، وفي قلبها التوم من جوه، هو طعمها جميل جدا، والثوم طعمه جميل بالتوابل. اتمنى تجربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. هنقدم معاها بقى الشوربه بتاعتنا، وخلاص كده بقى اصبح الغدا بتاعنا جاهز. تقدري مثلا تغرفي لكل فرد كده الطبق بتاعه، هيبقى طبق بوله كده من الرز، ومعاه قطعتين من اللحمه كده بألف هنا وشفا، والاكل ده يكفي من 4 إلى 6 أفراد باذن الله. هنخش بقى دلوقتي على الحلو بتاعنا. دلوقتي انا عندي هنا كيلو من البطاطا، بدات كده قشرته، وبعدين قطعته حلقين كده تخينه شويه زي ما انتم شايفين. وهحط للكيلو من البطاطا ده معلقتين 2 كبار من السكر، واحط لهم كمان كوبايه كده من ال 200 مللي من الميه، وبعدين احطهم كده على نار هاديه لحد ما يستووا معايا. وبعد ما يستووا معايا هبدا اهرسهم كده بالهراسه بتاعه البطاطس دي، او بمعلقه او بشوكه او بكوبايه كده بظهر كوبايه. بعد ما هرسهم بقى هبدا انزل كده عليهم بلتر من اللبن، وبعدين عندي هنا كيسين من الكريم كراميل هبدا اضيفهم على البطاطا بتاعتي. على فكره البطاطا دي من اجمل انواع البطاطا اللي تقدري تعملي بيها، بيبقى مزيج كده من البطاطا بالكريم كراميل. عندك حل من اتنين، يا اما كده لو انت عندك هاند بلندر تقدري تضربي بيها كده لحد ما تنعم معاكي، او ممكن تحطيها في الخلاط، او لو ما عندكيش خلاط ولا هاند بلندر ممكن تصفيها بالمصفى كده بظهر معلقه. بس انا بصراحه بتبقى الطريقه دي صعبه، بالخلاط او بالهاند بلندر احسن. بعد كده بقى اول ما اضربهم هبدا ارفعهم كده على النار، واقلبهم كده على نار متوسطه لحد ما يبداوا يغلوا معايا. واول ما يغلي كده ويعمل فقاقيع زي ما انتم شايفين كده، هبدا اجيب القالب بتاعي او الصينيه او البولات او الكوبايات اللي انا هقدم فيها، احط الكيس كده بتاع الكريم كراميل من تحت الاول. انت بقى وصلت معايا للدقيقه دي من الفيديو، اجبروا بقى بخاطري كده وحطي لي لايك حلو كده، انا نفسي الفيديوهات بتاعتي دي تتشاف. وكمان كده ايه، علشان خاطر كده تفرحيني، ما تتفرجيش كده على اول 10 دقايق او 5 دقايق من الفيديو وبعدين تقفلي، لا انا عايزاك كده كملي الفيديو للنهايه باذن الله هيعجبك. بعد ما حطينا الكريم كراميل بقى كده في الصينيه، حطينا كمان اللبن بالبطاطا، وبعدين سيبناها كده على رف المطبخ بتاعنا لحد ما هديت، وبعدين دخلناها التلاجة لمده ساعه، او على حسب درجه الحراره بتاعه التلاجة عندك، ساعه ساعتين. واول ما لقيت مسكت كده وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدا اجيب الصينيه بتاعتي او الطبق، وبعدين اقلبها على طول، هتطلع بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا لو انتوا حابين تزودوا الكراميل شويه تقدروا تضيفوا، تعملوا كراميل كده اللي هو اللي احنا بنعمله بايدينا اللي هو بالسكر على النار وتزودوا. بس انا بصراحه حاسه ان الكراميل على قد اللبن وعلى قد البودره، فانا حاسه ان كده طعمها هيبقى مظبوط، والسكر بتاعها كمان هيبقى مظبوط. هنقطعها كده بقى وبعدين نقدمها كل واحد قطعه كده زي ما انتم شايفين، دايبه كده عامله زي ما تكوني بتاكلي كده حاجه زي الكريم شانتيه، زي بتاكلي زي المهلبيه كده دايبه في البق، حاجه كده جميله جدا.
عملنا الحلو وعملنا كمان الحادق. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش كده على اختكم بلايك حلو منكم وكومنت، وكمان تصلوا على الرسول في الكومنتات. ربنا يكبر بخاطركم ويسعد ايامكم. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.